ارخص واحلى فندق في الغردقه. احنا فين تحديدا؟ احنا في فندق الباشا. فندق الباشا دوت من اقدم الفنادق اللي موجوده في الغردقه. موجود كمان مكانه مميز جدا في وسط البلد، يعني في شارع شيراتون، جنبك كل المطاعم، جنبك الحته حيويه جدا زي ما انتم شايفين. بوريكم شارع شيراتون عامل ازاي، الناس اللي بتروح الغردقه اكيد عارفاه. مكان الفندق حيوي جدا زي ما انتم شايفين. اول حاجه الفندق ده عباره عن فندق 4 نجوم. الفندق جميل جدا، اسعاره رخيصه قوي. هكتب لكم كل الاسعار والفرد بكام. عايزه اقول لكم في كذا حمام سباحه. اول واحد حمام السباحه دوت اللي على الاكوا بارك، عاداته حلوه جدا. وطبعا مكان جميل. وكمان تقريبا 70% من اللي موجودين اجانب. وكمان انا طلعته بالوجبات، بالفطار والغدا والعشاء. وكمان سناكس ومشروبات على حمام السباحة. يعني كل حاجة هتستمتعي بيها جدا، مش هتحتاجي تخرجي بره. كمان بيعملوا حفلات بالليل وسهر وجميل جدا. عايزه اقول لكم ده البار اللي على حمام السباحه. في اكتر من بار بيقدم مشروبات. في عند حمام السباحه، وفي البيتش جميل جدا. عايزه اقول لكم بصوا اهو اديني ودياكوا البحر. البحر رملي يا جماعه، نادرا لما بتلاقي في شرم او في الغردقه البحر بيبقى رملي. لا ده رملي وكويس جدا للنزول لو معاكي اطفال. شايفين القعدات عامله ازاي عليه، حلوه جدا. انا لو يعني هتاخدوا بالكم هتلاقوا اجانب كتير جدا في المكان، بس انا بحاول ما اصورش حد معين يعني عشان ما اجيبش صورة حد. بصوا زي ما انتم شايفين الشاطئ حلو جدا. وبصوا رملي ازاي، يعني لو معاكي اطفال ينزلوا عادي جدا، ما تقلقيش عليهم. المكان بجد تحفة تحفة وجميل قوي. كمان من ارخص الاماكن اللي هتلاقوها في الغردقة. يعني سعر الفرد في ايام، يعني 3 ليالي بالظبط هتباتيهم هناك. سعر الفرد 2700 بالفطار والغدا والعشاء والسناكس والمشروبات. شايفين جو الشاطئ عامل ازاي؟ الجو حلو جدا، وفي لعب وتنطيط والجو جميل. وكمان مش تحسيه اللي هو هادي قوي، لا ينفع شباب وينفع عائلات. جميل جدا. طبعا هكتب لكم برضو كل التفاصيل في اول كومنت. هكتب لكم اسم الشركة اللي انا حجزت منها، واكتب لكم ارقام تليفوناتها، واكتب لكم مكانها فين لو حابين تحجزوا عن طريقها. او لو مش حابين وحابين تتصلوا بالفندق مباشرة وتشوفوا الحجز بكام. بس طبعا تبع الشركة بيبقى ارخص. المكان حلو جدا، انا هوريكم كل حتة في الفندق. انا كده اوريكم مكان الاكوا بارك، ووريكم كمان البحر وازاي هو رملي. بصوا هم هنا اجانب كانت قاعدين وبيلعبوا. بصوا يعني في اجانب كتير جدا زي ما انتم شايفين. وكمان دي شكل الشاليهات من بره. طبعا انا هوريكم شكل الغرف من جوه، وهدخل اوريكم كل حاجه. انا بحاول اوريكم بس الفندق الاول شكله عامل ازاي من بره قبل ما ادخلكم الغرف. بصوا دي شكل الشاليهات وشكل بصوا دي كيدز اريا. الكيدز اريا برضو حلوة قوي بالليل، الاطفال تنزل تلعب والمكان امان جدا. انتي ممكن تبقي قاعدة فوق في الشاليه براحتك جدا، هم قاعدين وبيلعبوا هنا. بصوا المكان حلو قوي ازاي وهادي. طبعا دلوقتي المكان هادي عشان خاطر الدنيا نهار. ده برضو حمام السباحة التاني. زي ما قلت لكم في اجانب كتير جدا. بصوا حمام السباحة التاني دوت برضو جميل جدا. ده هادي بقى شوية عن الاكوا بارك عشان بتلاقوا الناس بتلعب في الاكوا بارك وكده. بصوا ده حمام السباحة التاني اهو. بصوا القعدات فيه جميلة جدا زي ما انتم شايفين. انا بحاول اوريه لكم من كل الجوانب، والشاليهات عليه اهي. في طبعا فيو الشاليه بيبقى الشاليه لا اما الفيو بتاعه حمام السباحة، لا اما في شاليهات تانية الفيو بتاعها بيبقى البحر. طبعا زي ما انتي بتحجزي في الشركة وبتبقي عايزة انهي فيو. اهو بصوا حمام السباحة، بصوا الاجانب كتير ازاي. اهو بصوا المكان حلو قوي. بصوا عايزه اقول لكم ان حمام السباحه ده كبير شويه عن التاني اهو. وكمان في حمام سباحه تاني للاطفال اهو صغير اهو. لو شايفينه انا برضو هوضحه شويه تاني اهو. بصوا صغير اوي، دي في كده زي ضفدعه كده اهو. حمام السباحه الصغير اهو بتاع الاطفال. وده حمام السباحه الكبير، يعني لو انتي قاعده ممكن تبقي قاعده عادي والاطفال هنا وانتي شايفاهم. وده برضو البار التاني اللي عند حمام السباحة التاني. كده بقى احنا دخلنا الشاليه. اول ما تدخلي الشاليه هتلاقي حمام صغير كده زي ما انتم شايفين اهو بالدش بتاعه.
التوضيب الشاليه حلو جدا، الغرفة حلوة قوي. عايزة اقول لكم النظافة فيها حلوة جدا. بصوا دي الغرفة المزدوجة اهم السريرين اللي انا بقول لكم عليها. الغرف يا جماعة مكيفة كلها، الغرف الدبل والسنجل كلها مكيفة، وكمان فيها شاشة اهو تلفزيون عشان تقدروا تتفرجوا. وكمان البلكونة حاطين فيها كرسيين وترابيزة لو حبيتي تقعدي. الفيو بيبقى حلو قوي بالليل. بصوا ده على حمام السباحة بتاع الاكوا بارك. الفيو كان حلو قوي والمكان جميل بمعنى الكلمة. المكان سعره حلو جدا. لو أسرة عايزة تطلع تصيف. طبعا الأطفال فوق ال 12 سنة بيتحسبوا كفرد كامل. اهم حاجة عندي كانت ان الشاليهات نظيفة جدا. كمان يا جماعة الفطار والغدا والعشاء اوبن بوفيه. كمان في اماكن للحفلات اهي، بصي وفي مكانين عندهم للحفلات. المكان دوت جوه الفندق زي ما انتم شايفين كده قعدات ومكان للحفلات. انا هدخل لكم فيه شوية. بس بصوا دي كمان لعبة كده بيلعبوا فيها بالليل او الصبح عادي. الاجانب والمصريين بيقعدوا يلعبوا فيها شطرنج. وده المكان اللي انا بقول لكم عليه للحفلات. بصوا انا هوريه لكم اهو، مكان حلو جدا. بالليل بيعملوا فيه حفلات دايما. بصوا المكان حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين. في قعدات كده وفي قعدات على الجنب دوت اهي عاليه كده شويه، دي للشباب بقى، انتوا عارفين الشباب بتحب تقعد فيها. مكان حلو قوي قوي قوي. والمسرح اهو كمان دوت بقى الريسبشن بتاع الفندق. كده احنا دخلنا فيه برضو قعدات وفي مطعم ومكان للمشروبات. بصوا الفندق جميل جدا، هتستمتعوا بيه جدا. اسعاره حلوة قوي. يعني هياخد فئة كبيرة جدا. انا عارفة ان دلوقتي المصايف بقت غالية قوي، بس ده بالنسبة للمصايف لا سعره حلو ومناسب للجميع. شايفة ان هو من ارخص الاماكن اللي في الغردقة. كمان يا جماعة انا وريتكم المسرح الاولاني اللي جوه الفندق، في مسرح بقى بره الفندق. يعني اول لما تدخلي على مدخل الفندق على طول مسرح حلو جدا. ده مطعم صيني برضو بره الفندق على طول تبع الفندق. وبصوا بقى المسرح، مسرح حلو جدا برضو بيعملوا فيه حفلات ومفتوح وشكله جميل جدا وبيبقى بالليل بقى منور وجميل قوي اهو المسرح اللي بقول لكم عليه. الفندق حلو جدا هتستمتعوا فيه قوي. بصوا الشارع اهو اللي بقول لكم عليه ده شارع شيراتون. هقول لكم بقى الاسعار تاني. الفرد ب2700، 4 ايام يعني 3 ليالي، فطار وغدا وعشاء وسناكس وكمان مشروبات. ده فندق الباشا يا جماعة. فندق الباشا 4 نجوم وكمان الشاطئ رملي. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو، يا رب اكون افدتكم فيه. ما تنسوش بقى تدعمونا وتعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان ان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. السلام عليكم.